يا أهلًا بالأحباب، عارفة إني بقى لي كتير ما نزّلتش برغم إن الفيديو الأخير ناس كتير جدًا حبّوه، شكرًا، شكرًا بجد على الدعم اللي كان موجود عليه، وعشان كده المرّة دي باين إن إحنا جايين بشكل مختلف، setup مختلف، وفعلًا هيبقى الموضوع مختلف، والموضوع هيبقى كالآتي: هنجيب قضايا ومشاكل موجودة في المجتمع وهنحطها على شكل قصص، تسألني بقى القصة دي حقيقية، القصة أنتِ مألفاها، هاقول لك ما لكش دعوة، ممكن تبقى قصة لشخص، ممكن تبقى قصة أكتر من شخص، وإحنا دمجناها مع بعض، أو ممكن تبقى قصة أصلًا أنا مألفاها. أنا الصراحة هاعبّر عن عنصريتي للجنس بتاعي، وهاتكلم عن أكبر مشكلة بتقابلها البنات، يالّا بينا. بطلة قضية النهارده هي بنت اسمها سلمى. سلمى عندها 21 سنة، وزي أغلب البنات اللي موجودين في سنها بيبقى عندهم طموح عالي شوية. وكمان سلمى كان عندها ظروف خاصة، عيلتها بدأت تتعرض لظروف صعبة، عشان كده سلمى قررت إن هي تشتغل. وبدل ما تشتغل 8 ساعات في مصنع ملابس بس، قررت إن هي كمان تدي دروس خصوصية. وفي يوم للأسف ما كانش زي أي يوم، سلمى نزلت عشان تروح الشغل، أخدت نظرة سريعة على العربية واختارت مكان يكون اللي وراها بيت. بعد ما ركبت ادت الأجرة للسواق، وبعد كده أخدت الباقي بتاعه وحطيته في شنطتها واتحركت العربية. ولكن للأسف البت اللي ورا سلمى نزلت، بس سلمى بسبب إن هي تسرح كتير في الطريق ما خدتش بالها. وبعد شوية من الوقت سلمى بدأت تسرح أكتر في الناس، في السما، وفي الشجر. بعديها قطع سرحانها إحساسها إن في حد بيتحرك وراها. بعديها سلمى جسمها كله بدأ يتشنج، وافتكرت أول كابوس، اليوم الأول. سلمى دلوقتي في أولى جامعة وعندها 18 سنة. سلمى كانت زي أكتر الشباب في السن ده بيبقى عندهم حماس شوية، فقررت إن هي تروح كورسات، والكورسات بتبقى أكترها بتبقى بالليل، مش بالليل قوي يعني، الساعة 6 مثلا كده. فسلمى كطفلة حرفيا لم يرسم في خيالها المواقف السلبية اللي ممكن تتعرض لها في الوقت ده. المهم ركبت وكانت رايحة ومبسوطة ومتحمسة، وهي سرحانة بدأت تحس إن في حركة غريبة بتحصل. حاولت تكتب دماغها، قالت لا، ممكن تكون العربية بتتحرك، ممكن يبقى في مشكلة في الكرسي، أكيد في حاجة غير دماغها. ولكن الموضوع بدأ يزداد، عشان كده سلمى قررت ان هي تشغل الكشاف، واللي في دماغها طلع صح. سلمى لقت فعلا في ايد على جسمها. سلمى خافت ومعرفتش تعمل ايه، حاولت بس تبعد نفسها شوية عن الايد دي، ولكن الايد برضه كانت مصرة وفضلت تحسس على جسمها. بعد كده سلمى قررت ان هي تبص وراها وتحط عينها في عين الشخص اللي بيعمل فيها كده، وبدل ما يتكسف على دمه بصلها في عينيها كأنه منتصر وكأنه فخور بالانتصار ده، وبيقول لها انا كسرتك. سلمى بعد كده ما كانتش عارفه تعمل ايه، وبسبب صغر سنها ما قدرتش حتى ان هي تزعق. كل اللي قدرت تعمله ان هي فضلت تبص حواليها، ولقت ان في كرسي جنبيها، بس الكرسي ده فيه راجل قاعد عليه. قالت له لو سمحت ممكن نبدل. الراجل برغم ان هو اول مره يشوفها وعمره ما يعرف سلمى دي قبل كده، الا انه لاحظ ان في كسره في عينيها، ولاحظ وشها المسود وعينيها اللي مليانه دموع. سلمى بعد كده مدت منها وبين الراجل، واول ما قعدت على الكرسي التاني نست ان هي ما بتحبش تعيط قدام الناس، ونست ان هي في العربيه، حتى نست ان هي كانت رايحه الكورس. قعدت تعيط، الناس حاولت ان هي تهديها، محدش كان عارف مالها ولا هي اصلا كانت عارفه تقول ايه اللي بيحصل لها. سلمى بعد كده حاولت تتماسك ونزلت من العربيه، وبرضه نست ان هي في الشارع، وقعدت تعيط طول ما هي ماشيه. راحت الكرسي بتاعها، هي مش عارفه هي راحت ازاي، ولا عارفه وصلت امتى، ولا عارفه اصلا هي اخدت ايه، وروحت. بس لما روحت ما قدرتش تركب مواصلات تاني، روحت مشي. وطول الطريق عماله بتفكر، هو انا اللي كنت لابسه وحش؟ هي المشكله كانت فيا انا؟ طب هو انا ازاي سكت على حد عمل فيا كده؟ هو معنى كده ان هو يعمل ده بنات غيري؟ سلمى اول ما وصلت البيت ما عرفتش تحكي لحد، كانت خايفه حتى ان هي تقول لمامتها. كل اللي عملته ان هي دخلت اوضتها ودفنت وشها في مخدتها وقعدت تعيط وفضلت بس تشكر ربنا. نرجع تاني لسلمى ان عندها 21 سنه وقاعده في المواصلات ورايحه شغلها. سلمى بعد كده بدات تفوق من ذكرياتها، واول حاجه عملتها
نزلت من العربية، وأول ما نزلت من العربية حبت تتأكد إذا كان اللي كان قاعد وراها ده راجل، وفعلا طلع راجل بيضحك لها نفس ضحكة الأولين. بعد ما سلمى نزلت طول الطريق للشغل، سلمى كل ده كانت عمالة تفكر في حاجة واحدة بس: هو أنا ليه بسكت؟ أنا اللي مظلومة، هو اللي اتحرش بيا، هو المؤذي، هو الظالم، أنا ليه أنا اللي بسكت؟ برغم إحساسها بالقرف كانت برضه زعلانة من نفسها. بعد ما سلمى وصلت الشغل وقعت غلطات كتير واتخصم لها، حتى مديرها زعق لها. سلمى مخها مش شغالة، كل اللي في دماغها ان هي بس عايزة تستحمى، هي حاسة بالقرف. سلمى خلصت شغلها الاولاني وراحت شغلها التاني، بس للاسف المرة دي اتأخرت شوية، وكمان البيت كان بعيد شوية عن البيت بتاعها، فقررت ان هي تركب. فكرت كتير قوي قبل ما تركب العربية: هركب فين وهركب ازاي؟ هين عليها ان هي تروح مشي، بس للاسف بسبب الموقف اللي حصل لها الصبح وبسبب الشغل الكتير اللي اشتغلته ما كانتش قادرة ان هي تروح مشي. ركبت في مكان ولا يكون قاعد جنبها حد ولا قاعد وراها حد. اختارت الكلمة الأخيرة، وهي راكبة لاحظت ان في راجل بيبص على العربية من بعيد وعمال يختار بعناية هو هيقعد فين. كانت فاهماه، هي عارفة هو جاي يعمل ايه، وكل اللي قالته لنفسها: يا رب ما يجي، يا رب ما يقعد جنبي. بس هو فعلا اختار انه يقعد جنبها. الراجل ده كان معاه كيسة كبيرة وحطها على رجله، وبعد كده سند دماغه على الكيسة دي. عينه كانت متعلقة على سلمى كأنه بيفصل كل حتة من جسمها. سلمى كل اللي كانت بتقوله: يا رب أنا ضعيفة من غيرك. بعد شوية سلمى بدأت تحس إن في إيد فعلا على رجليها، بس المرة دي سلمى مش عارفة إزاي قدرت تتكلم. لسان سلمى أخيرا اتحرك وقالت له: لو سمحت ابعد عني شوية. ما كانتش مصدقة نفسها إن هي فعلا اتكلمت، بس حماسها ما نستهاش إن الراجل لسه قاعد جنبها. بعدها بشوية حط إيده تاني عليها وقالت له تاني: مش هقولك تاني ابعد عني. المرة التالتة لمس فعلا برضو جسمها، بس المرة دي كان بشكل أجرأ. زعقت المرة دي بصوت أعلى من الأول والتاني، قالت له: هو مش أنا قلت لك تبعد عني؟ المرة دي سلمى ما كانتش لوحدها، ربنا كان معاها، وكان معاها ناس تانية في العربية. قالوا له: قالت لك مرة واتنين وتلاتة. والسواق كان معاه. نزل الراجل من العربية. بعد كده السواق اتعصب وهو اللي نزله من العربية. بعد ما نزله من العربية سلمى هي اللي بصت للراجل في عينه، وهي اللي كانت بتضحك. المرة دي سلمى نطقت. سلمى انتصرت على كل اللي سكتت لهم قبل كده. بعد ما الراجل نزل من العربية والعربية اتحركت وسلمى كمان نزلت ووصلت لبيتها، كانت ماشية في الشارع وهي بتضحك. الناس كلها كانت بتبص لها وما كانوش عارفين هي اصلا بتضحك على ايه. سلمى الوحيدة اللي كانت عارفة ان هي بتضحك لان هي اخيرا اتكلمت. بعد ما سلمى وصلت البيت قعدت تعيط، بس المرة دي ما كانتش بتعيط لان هي سكتت، هي كانت بتعيط عشان اخيرا خرجت من الكابوس ده واتكلمت واعترضت. الخوف عمره ما كان حل، والسكوت عمره ما كان امان. سلمى سكتت المرة الأولى والتانية، وفي كتير أكيد سكتوا أكتر من كده، بس الفرق إن سلمى المرة الأخيرة عرفت قدر نفسها، وإنها ما ينفعش تسمح لأي حد مهما كان إنه يستضعفها أو يهينها بطريقة أو بأخرى. كان لازم تواجه وكان لازم تاخد حقها، لأن اللي بيتحرش مش بيخاف غير من حاجة واحدة: صوتك. ما تسكتيش، ما تخافيش، ما تسمحيش لحد انه يكسر قوتك، لانك لما بتتكلمي مش بتاخدي حقك وبس، انت بتحمي نفسك وبتحمي غيرك. التحرش مش غلطتك، بس سكوتك هيخليه يتكرر. خدي حقك بصوتك، بقوتك، بشجاعتك. قولي لأ وخليهم هم اللي يخافوا.